بصوا يا جماعه انا صايم تمام ونازل الكليه بس. ف بعد اصلا بيجي الكليه عشان يفطر، بيجي يفطر من الاشكال اللي بيشوفها. اكيد سمعتوا عن الست اللي موجود دي دكتوره تلاقيها بتهري بس. ف كفايه، تعال نشوف هنعمل ايه. بص انا دلوقتي طلعت بره الكليه، انا ماشي في الشوارع ماشيه في الزمن محشي بس يا جماعه. فانا دلوقتي رايح اشتري حاجات عشان النهارده انا قررت ان انا يعني اوفر على امي التعب، وانا هبهدل المطبخ بس انا هوفر على امي التعب، وانا اللي هعمل الفطار ان شاء الله النهارده. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين. انت ما تعرفوش بقى يا معلم ان انت مش هتتفرج على اي حد بيطبخ، مش هتشوف اي حد، لا انا شيف. خلي احساس انك ما بقتش تسمع صوت زينة رمضان اللي هو ده احساس صعب. ليه بقى؟ لان يا عزيزي ان احنا كده داخلين على الصيف، بس فرهدة تلزيق وحر وقرف. ان انا جبت يعني اخضر كله اهو، بس انا مضايقني كله ان انا ماشي بالكشكول ده. انا مش عارف، انا طالب علم وكل حاجه، بس ما كان ممكن استلف فرع من واحد صاحبي واخلص الدنيا. انا بقالي ساعه بالظبط بلف على عيش برجر ومش لاقي. يعني انا مجهز كل حاجه للبرجر ومش لاقي عيش برجر. برضو ملقتش عيش برجر. في فرنه رحتها قال لي ساعه وتعالى. الحمد لله خلاص انا هخش على البيت. طبعا انت فاكرين انا لقيت البرجر، لا ما لقيتش برجر، انا جبت كاتشب ومايونيز. الراجل قال لي على الساعه 3 هروح للساعه 3 بس. اثبات يا جماعه من كل مكره النصيب. انا رحت غيرت ورجعت تاني، رحت جبت عيش الكايزر بس. فالحمد لله الحمد لله احنا وصلنا البيت، ودي اوضتي زي ما انتم عارفين. انا هصلي الظهر دلوقتي الساعه بالظبط 3، فيدوبك هصلي الظهر قبل ما العصر اذن، وبعد كده هصلي العصر، هيكون العصر اذن هصليه، وبعد كده هبدا اجهز بقى في الفطار. اول حاجه بدانا بيها ان احنا جهزنا الخضار اللي احنا هنحطه في الرغيف. عندنا خس وطماطم وحلقات بصل، وده الصوص اللي اتحط من تحت، ودي طبعا الفراخ، دي طبعا تتبيله امبارح اللي احنا هنقلي فيه. مستنيين الساعه تيجي بقى 5 كده عشان يبقى قبل الفطار ونبدا نقلي ان شاء الله. بعد ما عملناه طبعا عشان نلاقي العيش الكايزر الحمد لله جبناه اهو قطعناه. لسه الساعه ما جاتش 5، لما الساعه تيجي 5 ان شاء الله نبدا بقى نعمل الفطار. عملنا الصلصه والمكرونه تتسلق وشويه هنبدا برضه في البرجر مش دلوقتي. الساعه مثلا 5 نخلص العيش. بعد ما حمصنا العيش يا جماعه هنبدا نحرص فيه الحاجات اللي احنا عملناها. نحط اول حاجه المايونيز. شيل ايدك مش فاهم نعملها، احنا بندهن الصوص اللي احنا عملناه ده مايونيز